هاي ساندرا، ازيك؟ ازيك؟ النهارده جاي اسالك عن السمنه عند الاطفال. يلا بينا. ساندرا، هل ممكن اعرف ان الطفل وقت شهور الحمل ممكن يصاب بالسمنه؟ الحقيقه ودي هنا بتيجي مسؤوليه الام. انا قررت ابقى حامل وانا وزني قد ايه؟ لو انا اوفر ويت او وزني زياده عن اللزوم، احتمال كبير جدا ده ياثر بصوره سلبيه على الطفل، مش بس وزنه لكن كمان صحته. الجزء الثاني هو انا باكل ايه بقى على مدار الحمل. ده بيفرق في حاجتين. اول حاجه في صحه الطفل، هو قد ايه بيطلع صحي، لان لو انا ما باكلش كويس او بدخن او باخد حاجات مقليات كتير، ده هيفرق جدا في صحه الطفل وكمان في وزنه. السمنه لو وراثه في الطفل، أوكي. اتصرف معاها ازاي؟ هنا بقى اول ما الطفل يبقى قادر ياخد قراراته، قبلها لازم ابقى انا معوداه على حاجات. يعني مثلا انا بنتي النهارده عملتي حاجه حلوه او كنتي شاطره في المدرسه، فلما ترجعي هديكي تفاحه. لما ترجعي هخليكي تجربي حاجه طعمها حلو جدا جديده الموسم بتاعها ما جربتيهاش قبل كده، هي البرقوق. لكن لو خلصتي مذاكرتك هديكي شوكولاتايه، فانا رسخت في دماغ البنت ان الحاجه الحلوه هي الشوكولاته. تيجي بعدها بسنتين وزنها يزيد، اقول لها ايه؟ ابعدي عن الشوكولاته، دي حاجه وحشه. فانا بلخبط الولاد. الحقيقه المفاهيم اللي انا بغرسها في دماغهم من وهم صغيرين، هم لما يكبروا هتساعدهم ان هم ياخدوا قرار الصح. ساندرا، عايز اعرف منك دايت مناسب لطفل عنده سمنه. الطفل ما بنقولش ان عنده سمنه، الطفل اكل غلط فوزنه زاد، لو صلحنا اكله وزنه هيتظبط. تاني حاجه، الطفل ما بيعملش دايت، ولو رحت لحد وقال انا هعمل للطفل دايت علشان وزنه يقل، نساله كده هو انت متوقع وزنه يقل قد ايه؟ لو قال ان الطفل ده مطلوب منه يخس اكتر من نص كيلو في الشهر، يبقى انا رايحه للشخص الغلط. الطفل في مرحله نمو لحد ما يبقى عنده 12 سنه، لو وديته لحد يتابع التغذيه بتاعته، مطلوب من الشخص او من الدكتور ده انه بس يثبت وزنه، لانه هو بيطول وهو جسمه بينمو، هو مش محتاج ابدا انه يخس. لو ملاحظ ان الطفل عندي اوفر ويت شويه في عمر 7-8 سنين، ايه الاكلات الممنوع ياكلها خالص عشان ما يزيدش الوزن ده في زياده مستمره؟ ممنوع ناكل حاجات مقليه، ممنوع ناكل وجبات جاهزه، ممنوع ناكل او نشرب عصاير فيها كميات مهوله من السكر. احنا لو غديناهم طاسه بيض اومليت، بيضتين اومليت، ابرك بكتير جدا من البانيه اللي هو نص مقلي ده. ساندرا، ينفع ادي لطفل من 7 ل 10 سنين سكر دايت ويبقى هو اللي بيعتمد عليه بشكل كامل في كل الحلويات؟ ابدا، مفيش ولا بحث اكد، بحث علمي أكد إن بدايل السكر دي آمنة للأطفال. الأطفال فوق ال5 سنين في أبحاث بس جديدة قالت إن هم ممكن ياخدوا سكر ستيفيا بدل السكر الأبيض، ولكن أنا شخصياً ما برشحش ده أبداً أبداً، لأنها الأبحاث دي عمرها قصير، فلسه مش عارفين النتائج على المدى البعيد. لو عندي طفل عنده نهم في الأكل وبياكل باستمرار، في طريقة أسد بيها نفسه ما ياكلش كتير؟ أنا مش عايزة أسد نفس الطفل، أنا عايزة أعرف هو عنده نهم ليه. أول حاجة، لو طفلي طوله طبيعي، ما عندوش، ما بيعانيش من اي مشاكل تانية، يبقى انا استبعدت فكره انه عنده مشكله في الجينات. مشكله الجينات هي اللي بتخلي الاطفال ما بتوصلش لحته الشبع، ودي بتبقى الحقيقه 2% من الاطفال اللي بتعاني من زياده الوزن. الاطفال التانية بقى اللي بيجوعهم على طول، هو ان انا لما باكلهم غلط. انت جعان؟ طب كل بطاطس مقليه. انت جعان؟ طب خد ساندويتش بانيه. انت جعان؟ طب خد شوكولاتايه. كل الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتجوع مش بتشبع. لكن لو انا هديلهم حاجه صحيه ياكلوها، ممكن ياكلوا بطاطا، ممكن ياكلوا بطاطس محطوطه في الفرن، خضار مطبوخ، ممكن ياكلوا وجبه كامله متكامله. الطفل اللي بيفطر الصبح وبينزل من بيته فطران حلو، بيبقى في دماغه كده انا خدت اول وجبه، مستني تاني وجبه، وهيفضل شبعان لو هو فطران صح لحد تاني وجبه، فمش هيبقى عنده مساحه للرمرمه طول اليوم. عايز اقول لك على حاجه تانية، الشاشات اللي بنديها للولاد وبيتفرجوا عليها، ويا سلام لو عندهم تلفزيون في الاوضه، دي كارثه، لانه ده بالنسبه لهم انا قاعد متسلي ومش مركز انا باكل قد ايه. والسناكس او الحاجات اللي بناكلها قدام التلفزيون معروفه تبقى حاجات سهله وخفيفه كده ومقرمشه، ما تبقاش صحيه خالص، وبتخليهم ياكلوا زياده عن اللزوم. عايز اعرف منك 3 حاجات اساسيه لو طفلي اتصنف ان هو عنده وزن زايد، اقوم حالا اول ما اشوفك اعمل ايه؟ هتمنع السكر الابيض، او ببساطه مش هتمنعه، انت هتخلي ان مصادر السكر تبقى من الفاكهه. تاني حاجه، همنع المقليات تماما زي ما قلنا. في بقى كام قاعده كده مهم جدا الاطفال يعملوها. يعدوا، هم هياخدوا على
الاقل 5 تمرات في اليوم. الثمرات دي يقدروا يشكلوها ما بين خضار وفاكهه. لازم الطفل يتمرن ساعه في اليوم. ومهم كمان اعلمه اي حاجه هيشتريها يقلب العلبه كده ويشوف هي فيها سكريات قد ايه، لان في ساعات بيتكتب على حاجات ان ما فيهاش سكر او خاليه من السكر، ويحطوا نوع تاني او تكوين تاني من السكر، فالناس ما تلاقيش ان مكتوب جلوكوز، تلاقي مكتوب حاجه تانية، بس هو في الاخر بيدخل الجسم يتحول لسكر عادي جدا. ساندرا شكرا ليك. شكرا ليكم.